شوط اول بعنوان اوعى تلعب لا تتزحلق. تتزحلق في استاد برج العرب. برج العرب ملعب دولي، استاد دولي، بتنزل فيه المطره في الوقت الحالي بيبقى عباره عن حته طينه، تتزحلق زي ما انت عايز، تتزحلق يمين شمال، ما يخليكش تلعب كوره، لا تعرف ترقص ولا تعرف تلم ولا حتى تعرف تمشي بكوره على ارضيه الملعب. ملعب ما ينفعش يتلعب عليه في الوقت الحالي. بس مباراه للنادي الاهلي مع حرس الحدود، يعني بالبلدي كده المعلم غير من طريقه لعبه. كولر ابتدى يبص او اخذ الكلام او حد قال له غير من طريقه لعبك، لان ده مش وضع النادي الاهلي في لعبه. بقي بيلعب ونازل في مباراه حرس الحدود شوط اول باثنين راس حربه وخط وسط متقدم، خط وسط بيوصل معاه لغايه حدود ال 18، وخط الظهر اول مره اشوفه معاه بيوصل لنص ملعب الخصم، بعد نص الملعب على الدايره بتاعه الخصم. كولر اتقال له يغير، لان دي مش طريقه لعب النادي الاهلي. كده النادي الاهلي هو ده النادي الاهلي اللي بيضغط بجميع خطوطه ابتداء من خط الظهر لغايه راس الحربه. بنشوف هجمات للنادي الاهلي، بس الملاحظ على كتر الضغط ولعب النادي الاهلي في عدم تركيز في اللعب وعدم تركيز من اللعيبه، او بمعنى صح مش متدربين او متمرنين على طريقه اللعب اللي يختصروا فيها المسافه والوقت ما بين اللعيبه ويضربوا بيها خط الوسط وخط الظهر ويكسبوا الملعب بخطتين ثلاثه، كورتين ثلاثه، ويوصلوا بيها للجول. كور مقطوعه كتير، مس باص كتير. طبعا هنقول ارضيه الملعب، بس هنقول برضو ان في لعب في الملعب وتكتيك في الملعب بيحصل، لازم نشوفه. لازم نشوفه 1 2، لازم نشوف واحد بيخترق من الناحيه الثانيه وبعد كده تتلعب له بيبقى فاضي. في عشوائيه في دخول ال 18 واللعب في ال 18، والكور اللي بتبقى عايزه تتلعب في ال 18 بتتشات من بره. يعني بنلاقي 3 4 لعيبه في ال 18 ممكن تتلعب لاي لاعب فيهم، انما الكره من بره ال 18 في رجل امام، في رجل احمد رضا، الكره بتتشات، مش بتتبصي لهم، مش بتتلعب لهم. لا، في ضغط وفي لعب، بس مفيش تاثير على حارس المرمى غير كره واحده بس لجراديشار اللي اترفعت ولعبها بدماغه وخبطت في القائم، وكانت في حظ انها تيجي في ايد الزنفولي ويمسكها. دي كانت حظ الزنفولي. دي الكره الوحيده اللي كان ليها تاثير مباشر على المرمى. وكره لأسامة ابو علي مرفوعه برضه، بس ما كانش معاها حظ، المدافع طلعها ما لحقهاش. انما تشكيل النادي الاهلي وطريقه لعبه بتدل ان بقي في تغيير في الفكر وتغيير في طريقه اللعب. والناس اللي موجوده في ارضيه الملعب فعلا هم دول اللعيبه اللي تقدر تاثر وتغير في نتيجه اي مباراه. بس بلاش العشوائيه واللعب، يبقى في تركيز اكتر في الباص وفي اللعيبه اللي هتلعب الباص واللعيبه اللي هتستقبل الكره. ده الشوط الاول بالنسبه للنادي الاهلي. شوط اول حلو بالنسبه للنادي الاهلي، والخساره الكبيره ان ارضيه الملعب مش مساعده على بعد معاناه، وزي ما هو متعود وعودنا معاه في الدقيقه 90 في الوقت بدل الضايع بلس 90 بيجيب هدف الفوز على حرس الحدود. عودنا يقعدنا على اعصابنا، مش مشكله نقعد على اعصابنا، ده عشان خاطر النادي الاهلي. بس الاهلي مباراه بجد، مباراه فيها تغيير شامل كلي وجذري من طريقه التفكير بتاعت كولر. يا ريت يستمر على وضع الحالي للنادي الاهلي في وضع اللعيبه في الملعب، بس يكون في افضليه في التركيز، افضليه في ضبط اللعيبه في الملعب، في وضع اللعيبه في الملعب، في تركيز اللعيبه في الملعب، في الباص بتاع اللعيبه في الملعب. يا ريت يا ريت يستمر على الوضع ده، لان الاهلي كان في حاله عشوائيه في الشوط الاول. كرة في الرجل وكرة عايزين نوصل بيها لغايه الجون، مش راضيه توصل، مش عايزه. مفيش اللي بيجري ورا الكوره، مفيش اللي بيلعب الكوره. عايزه العقل المدبر، العقل اللي بيبص وبيشوف وبيلعب الكوره في المكان بتاعها للعيب اللي يقدر يخلص الهجمه، او ان هو يصلح الكره للاعيب تاني احسن منه ويخلص الهجمه. ده النادي الاهلي في الشوط الاول. بس النادي الاهلي في الشوط الثاني التغييرات اللي حصلت وخروج اللعيبه اللي طلعت والبدله اللي نزلت، بسم الله ما شاء الله على النادي الاهلي، فرقه في الملعب وفرقه بره الملعب، وتحيرك لما تحط التغييرات بتاعتك. فعلا تديك ارتياحيه واطمئنان بالنسبه للعيبه
اللي انت عايز تغيرها في الملعب. بسم الله ما شاء الله على فرقة النادي الأهلي ولاعيبة النادي الأهلي في الوقت الحالي. شوط تاني من بعد التغييرات، استحواذ على كرة بس برضه استمرارية في العشوائية، استمرارية وكور مفقودة كتير، وابتدى اللعب علشان خاطر عايز تفوز وعايز تجيب جون، مش عايز تلعب كرة من رجل لرجل، لا بقيت بتلعب كور طولية، كور طولية يمين أو شمال، بتلعب بطول الملعب. ليه؟ ما تستعجلش، العب بالراحة وانت مرتاح، العب كرة من رجل لرجل وهتوصل لغاية الجون، مفيش مشاكل، بس ما تضيعش كور ملهاش لازمة انها تضيع، بتاعتك ما تضيعهاش. النادي الأهلي بيلعب مباراة مع حرس الحدود بجد، شابوه محمد يوسف، كابتن محمد يوسف مدرب حرس الحدود، شابوه على اللعيبة، شابوه على المباراة، شابوه على التكتيك اللي هو عمله مع النادي الأهلي، ولعبه كان على الهجمة المرتدة، بجد قفل المباراة على النادي الأهلي. واوعى تغمض عينيك، اوعى تغمض عينيك، جراديشار ووسام وإمام وحاليا بن شرقي، تمام، بن شرقي بيحرز هدف في المباراة في الدقيقة 93، هدف بيقول لك معلش بعد إذنك اكتبها لي هدف حلو، اكتبها لي كده جنبيها هدف حلو. كورة بيستلمها مرفوعة من عمر كمال، بياخدها على صدره في ال18، بيحضرها تحت رجله وبيلعبها في الزاوية البعيدة للزنفولي، بيقول له معلش يا زنفولي مش هتجيبها، بتزغرط في الشبكة. بن شرقي بيكتب وبيسجل ثاني أهدافه للمباراة الثانية على التوالي، هدف في الزمالك وهدف في حرس الحدود. بن شرقي بيكتب العقد الجديد مع النادي الأهلي